جرامر جديد في يونت 9 بنتكلم عن النون. والنون يا شباب يعني الاسم. يعني ايه نون؟ يعني اي كلمة نقدر نمسكها في ايدينا بنقول عليها نون. زي مثلا احنا نقدر نمسك الابل التفاحة، نقدر نمسك البن القلم، نقدر نمسك الورر المية، نقدر نمسك الجوس العصير. يبقى اي اسم نقدر نمسكه نقول عليه نون. طيب النون في الانجليش عندنا نوعين، لا اما يكون countable يعني يعد، لا اما يكون يا حبايبي uncountable لا يعد. يبقى النون بتاعنا لا اما يكون countable نقدر نعده، countable يعني يعد، و uncountable يعني لا يعد. طيب هو قصده بايه بكاونتابل؟ قصده ايه باسم يعد؟ قصده ان هو نقدر نخليه singular مفرد ونقدر نخليه برولر جمع. يعني يا ميس تدينا مثال، لو عندي قلم واحد هنقول آبن، قلم واحد آبن. طب لو انا عايزه احولها لجمع تبقى اقلام كتير، برولر هتبقى بنز اقلام كتير. طيب والانكاونتابل اللا يعد ليس له جمع ويعامل معاملة المفرد. اللا يعد ليس له جمع، يعني ما نجمعهوش، ما ينفعش نحط له اس، ويعامل زي المفرد بس يا حبايبي ما بياخدش علامة المفرد. يعني ما بياخدش لا ولا بياخد ان، ما بياخدش لا ولا الاسم بتاعنا لا اما يعد او لا يعد، مفرد وجمع ولا يعد. هاجي اسالك سؤال، طب ايه بقى انواع النون؟ هتقول لي يا ميس لا اما مفرد سينجولار، لا اما جمع، لا اما لا يعد، عشان احنا هنتعلم بالطريقه دي، مفرد او جمع او لا يعد. طيب تاني حاجه، هي علامه المفرد؟ علامه المفرد يا حبايبي لا اما لا اما ان. بنحطها مع اي حرف من الحروف بتاعتنا، لكن ان مع الاسم المفرد اللي يبدأ ب A او E او I او O او U. طيب الجزء الاول من القاعدة بيعلمنا حاجة اسمها ادوات التجزئة. طب مين هي ادوات التجزئة يا جريد 4؟ ادوات التجزئة هي كلمات بنستخدمها عشان نعد الحاجات التي لا تعد. يبقى مين هي ادوات التجزئة؟ كلمات بنستخدمها علشان خاطر نعمل ايه؟ نعد اللا يعد. يا ميس طب هو اللا يعد ازاي بنعده؟ اللا يعد ينفع نعده. طب نعده ازاي؟ نعده بادوات التجزئة. طيب الاول قولي لي يا ميس مين هي الكلمات اللي عندي اسمها ادوات التجزئة؟ يعني ايه ادوات التجزئة؟ هي كلمات بنستخدمها علشان خاطر نعمل حاجة اسمها عد لا يعد. طيب زي ايه ادوات التجزئة؟ كلمة a bottle of، a bottle of يعني زجاجة من، a bottle of. كمان عندي a glass of، a glass of يعني كوباية من. عندنا كمان a bucket of أو a carton of، a carton of. وعندنا كمان a slice of، a slice of هفهمكم دلوقتي هما مين دول. وعندنا كمان a loaf of، كمان a bar of، a bar of. وعندنا كمان a piece of و a kilo of. اسمهم ايه دول بقى يا جريد 4؟ اسمهم ادوات a carton of، a slice of، a bar of، a piece of. وعندنا كمان واحدة تانية اسمها a kilo of، a kilo of. دول ايه يا حبايبي؟ دول اسمهم ادوات التجزئة. طيب بنستخدمهم في ايه؟ بنستخدمهم عشان نحول الكلمة التي لا تعد لحاجة نقدر نعدها. طيب تعالوا افهمها لكم بالراحة. لو انا سألتكم سؤال، هو الملك ينفع نعده؟ ينفع نعد الملك؟ لا.
اللي نقدرش نعد الملك، لكن نقدر نجزأ الملك. يعني ايه نجزأه؟ يعني نحط اللبن في كرتون، في عبوة من يعني الكرتون. a carton of milk. يبقى هنقولها ازاي؟ A glass of milk. A carton of milk. ثواني يا شباب. a carton of milk. A bottle of milk. طب ايه بقى قصة a A carton glass of of milk milk. دي؟ يعني انا حولت كلمة milk ل a carton of milk. طب carton of milk دي لا تعد، كلمة milk لا تعد. طب a carton of milk لا بنعدها، نقدر نقول كرتونة واحدة ونقدر نقول كارتونز، كراتين، صح؟ صح. يبقى احنا عملنا ايه بقى في كلمة ملك هنا؟ عملنا لها ايه؟ حطينا لها ادوات تجزئة، حولتها من ان هي لا تعد لتعد. لو عندي ملك بس، ملك ده لا يعد. طب لو عندي كارتون اوف ميلك يبقى ده مفرد. طب لو حطيت كارتونز يبقى دي جمع. فهمتوا ايه وظيفة ادوات التجزئة؟ بتحول لنا الاسم اللي ما نقدرش نعده لحاجة نقدر. a bottle of يعني زجاجة من، وتنفع للبن، تنفع للمية، تنفع للعصير. a glass of يعني كوباية من، ممكن نقول للشاي تي، للملك اللبن. a carton of يعني علبة كرتون من. a slice of يعني قطعة أو شريحة من، تنفع لإيه؟ تنفع لل a slice of ممكن a slice of bread قطعة من الخبز أو من البيتزا. a bar يعني قالب من. a bar of chocolate، a bar of soup صابونة. البيس يعني قطعة، a piece of cheese قطعة من الجبنة. a piece of تركي قطعة من اللحم التركي. في أي حاجة في اسمها a piece of. a kilo of يعني كيلو من. يبقى دول اسمهم أدوات التجزئة. بيعملوا ايه ادوات التجزئة؟ بيحولوا الاسماء التي لا تعد يا لينا لاسم نقدر نعده. بتحولوا ايه يا لينا؟ الاسماء التي لا تعد لحاجة ايه؟ لاسم مفرد لجمع. اي مفرد يا حبايبي نشيل منه الآ ونحط له ايه في علامة الجمع؟ اس. يعني a carton of شلنا الآ وحطينا اس، كارتونز. a bar of شلنا الآ وحطينا اس. انت مالك ومال شوكليت؟ انت مالكيش دعوه بشوكليت، انت ليكي دعوه بالكلمه او باداه التجزئه اللي احنا خدناها. استخدمنا ايه قبل كلمه شوكليت؟ اوف ولا ابار؟ أبار. طيب مين اللي هنجمعها؟ هنجمع شوكليت ولا هنجمع بار؟ بار، وهنحوش الإيه؟ هنشيل الآ ونحط الاس. وفي كارتون هنجمع الملك ولا هنجمع كارتون؟ كارتون. ينفع نستخدم كلمة مثلا لأدوات التجزئة لكذا نوع. يعني مثلا كلمة لبن، ملك، اللبن بنحطه في علبة كرتون يبقى a carton of milk. الشوكولاتة بنحطها في قالب يبقى a bar of. يبقى لازم نحفظ كل أداة تجزئة ايه الكلمة اللي بتيجي معاها. تمام كده؟ نحفظ الكلمة، أداة التجزئة والكلمة اللي بتيجي معاها. الآن يا جودي هي للكلمات المفرد فقط، علامة المفرد أو آن. يعني الجمع ما بنحطلوش أو آن، واللا يعد ما بنحطلوش ولا آن برضو. طيب الكلمة لو كانت مفرد نبص على أولها، لو لقينا أولها A أو E أو I أو O أو U يبقى نحط آن. مثلا عندي بيضة، بيضة دي مفرد، واحدة، أولها E يبقى نحط مين؟ آن.